فقعوا عينه وقطعوا عضو ذكري. جريمة جنائية لاتنين اخوات بنات قتلوا اخوهم بمساعدة خالتهم بعد ما دخل معاهم في علاقة، فحبوا ينتقموا منه. في سنة 2024 بمحافظة القليوبية وتحديدا بقرية أم بيومي، بيوصل بلاغ من الأهالي بوجود جثة شاب داخل بيته. بوصول رجال الأمن بيلاقوا جثة شاب عينه مفقوعة خارجة لبره، في طعنات في وشه وبطنه وصدره، كمان ملابسه التحتية مش موجودة، وعضو ذكري مبتور مفصول عن جسمه. طريقة القتل كانت كلها انتقام وغل. بمعاينة الشقة الأبواب والنوافذ كلها سليمة، يعني الدخول مشروع. كمان مفيش مسروقات داخل البيت، وواضح إنها جريمة جنائية. من طريقة القتل بالتحيات الأولية، الشاب اسمه عماد عنده 22 سنة، بيشتغل في صناعة تابلوهات الصور، ولد وحيد على بنتين، إيمان 17 سنة وروجينا، وكلهم عايشين مع أبوهم وأمهم. بالتحيات مع أهل عادل، والده قال إن النهاردة كان يوم الحد ومتعودين إنهم يروحوا يصلوا في الكنيسة، واليوم ده صحي هو ومراته على الساعة 10 الصبح. عادل وقتها كان نايم، أما بناته الاتنين إيمان وروجينا قالوا لأبوهم وأمهم إنهم لسه هيلبسوا وهيتأخروا شوية، ولأن الأب والأم كانوا مستعجلين فسبقوهم ومشيوا ونزلوا على الساعة 10 ونص، وبناته الاتنين راحوا لهم على الكنيسة على الساعة 11 ونص تقريبا. وبعد ما كلهم خلصوا صلاة رجعوا للبيت على الساعة 1 تقريبا، وفتحوا باب الشقة بشكل طبيعي، فاتفاجئوا بعادل ميت بالطريقة دي في أوضة نومه. رجال الأمن بتفتيش الشقة ما بيلاقوش أي حاجة غريبة، لا في بعثرة في المحتويات ولا كسور من أي نوع. فبيتم التحافظ على موبايل عادل، وبيتم فحص الكاميرات اللي موجودة في الشارع. تسجيل الكاميرات بيظهر توك توك واقف قدام البيت، ونزل منه 2 ستات لابسين نقاب، ودخلوا البيت على الساعة 11 إلا تلت تقريبا، يعني بعد ما الأب والأم مشيوا. وطبعا إخوات عادل البنات كانوا فوق، وبعد حوالي نص ساعة الاتنين الستات المنقبين خرجوا من البيت وركبوا نفس التوك توك اللي كان مستنيهم في الشارع واللي كانوا جايين بيه. وبعدهم على طول نزلت إيمان وروجينا. في نفس الوقت كان تم فحص تليفون عادل، ورجال الأمن بيلاقوا إن عادل كان على علاقة ببنت من خلال الرسائل اللي كانت موجودة على التليفون، وكان بيساومها بصورها اللي موجودة معاه مقابل إنها تديله مبالغ مالية. وبيتم استدعاء البنت دي اللي نفت تماما اللي ملهاش أي علاقة بقتل عادل، وبعد التحريات عنها بالفعل بيثبت صحة كلامها. في نفس الوقت رجال الأمن شغالين، وبيتم الاستدلال على بيانات صاحب التوك توك علشان يعرفوا منه أي معلومة. أما بالتحقيق مع إخوات عادل إيمان وروجينا عن الاتنين المنقبات اللي دخلوا البيت، قالوا إنهم ما يعرفوش عنهم أي حاجة ولا شافوهم أصلا. لاحظ رجال الأمن إن كلامهم زي ما يكون محفوظ، حد محفظهم الكلام ده، وإجاباتهم كانت على قد السؤال. كمان اللي شكك فيهم رجال الأمن إن ما كانش واضح عليهم أي زعل أو حزن على أخوهم. في نفس الوقت رجال الأمن بيقدروا يوصلوا لصاحب التوك توك، واللي بيقول إن في 2 ستات منقبين وقفوه من الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي، وواحدة فيهم بس اللي كانت بتكلمه، أما المنقبة التانية كانت ساكتة وما بتتكلمش. وبعد ما وصلوا للمكان اللي قالوا عليه، الست المنقبة طلبت منه إنه يقف ويستناهم وشوية وهينزلوا، وبالفعل بعد حوالي نص ساعة تقريبا نزلوا ووصلهم لنفس المكان اللي ركبوا منه. وده كل اللي يعرفوا عنهم. رجال الأمن بيعيدوا استجواب إخوات عادل علشان يعرفوا منهم مين المنقبين اللي دخلوا البيت، خصوصا بعد ظهور تقرير الطب الشرعي اللي بيأكد إن وقت وفاة عادل كان تحديدا في الوقت اللي إخواته إيمان وروجينا كانوا موجودين فيه في البيت. وبالضغط عليهم بيبدأوا يتوتروا وينهاروا، وقالوا إنهم اللي قتلوه بمساعدة خالتهم تريزا وابن خالتهم مينا، وقالوا إنهم عملوا كده علشان عادل ولما اعترفوا لخالتهم اتفاجئوا ان خالتهم كمان قالت لهم ان عادل اعتدى عليها، علشان كده بيتفقوا انهم يقتلوه بمساعده ابن خالتهم مينا. والاربعه بيتجمعوا ويقرروا يقتلوه يوم الحد وقت انشغال الاب والام في الصلاه. وفي اليوم ده تريزا بتلبس النقاب وتلبس ابنها مينا نقاب علشان محدش يعرفهم، وبتستنى اتصال ايمان اللي بتبلغهم ان ابوها وامها نزلوا للصلاه. ولما بيركبوا التوك توك، تريزا اللي بتكلم سواق التوك توك، ومينا معاها لابس النقاب لكنه ما بتكلمش علشان محدش يعرف انه راجل. وبالفعل لما وصلوا إيمان ورجينا فتحوا لهم الباب، وكلهم دخلوا غرفة النوم ومسكوا الآلة الحادة وقتلوه. أما خالته هي اللي أخدت الآلة الحادة منهم وفقعت عينه بيها. وبعد ما اتأكدوا تماما من قتله، إخواته البنات خلعوا ملابسه التحتية وقطعوا عضوه، وصمموا إنهم يعملوا كده حتى بعد ما اتأكدوا من قتله بسبب انتقامهم الشديد منه. وبعد اعتراف إيمان ورجينا بيتم القبض عليهم وعلى خالتهم تريزا وابن خالتهم مينا. وحاليا جاري التحقيقات، وأول ما ينزل حكم نهائي هسيبه لكم في التعليقات.